السلام عليكم. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم باحسن الاحوال. مرحبا بكم في قناه يوميات حفصه. اليوم ان شاء الله انا والوالده ديالي غنحضروا معكم مسمن بالكريم باتيسير. كيجي لذيذ بزاف وخفيف، نتمنى تجربوه. على بركه الله ندوزو المقادير وطريقه التحضير. نحضروا هي الكريم باتيسير باش نخليوها تبرد. كنحتاجو معلقه كبيره ديال الزبده، 3 معالق كبار ديال النشا او المايزينا، نص لتر ديال الحليب، كيس ديال الفانيلا، اصفر بيضه، 3 معالق كبار ديال السنيده وسكر الخشن. في كاسرونه كندير الحليب مع الفانيلا، كنضيف اصفر بيضه و3 معالق كبار ديال السنيده، كنحرك حتى تذوب السنيده مع البيض والفانيلا، وكنضيف 3 معالق كبار ديال النشا. يمكن لكم تستعملوا الكريم باتيسير الجاهزه. صافي كنديرها فوق البوطه حتى كتعقد مزيان. عاد كنضيف في الاخير معلقه ديال الزبده. غادي نخلي لكم مقادير الصندوق ديال الوصف. ضروري خاص الكريم باتيسير هي اللي ولات تبرد عاد باش نحضروا العجين ديال المسمن. من بعد ما عقدت الكريمه كيف ما كتلاحظوا كنخليوها تعقد مزيان. عاد كنضيفوا معلقه ديال الزبده. الا كنحيد الكاسرونه من فوق البوطه كنضيف معلقه ديال الزبده والكريمه سخونه باش تذوب فيها، وكنفرغ الكريم باتيسير في واحد الاناء كيف ما كتلاحظوا في الفيديو، وكنغطيها بلاستيك غذائي باش ما تديرش لنا القشره من الفوق. ضروري خاصكم توجدوا كريم باتيسير هي الاولى باش تبرد، ما تعجنوش وعاد ديروا الكريم باتيسير باش ما تبقاش سخونه، يعني خصها تكون بارده مزيان. كيف ما كتلاحظوا معايا الكريم باتيسير كتكون عاقده مزيان، ما تخليوهاش تكون سائله باش ملي ديروها وسط المسمن ما ندخلها الفران ما تسيحش لكم، يعني ما تخرجش على العجينه. صافي دابا غادي نخليها تبرد وندوزو باش نحضروا عجينه ديال المسمن. في مقادير العجين كنحتاجو نص كيلو ديال دقيق الفورص، يعني 2 تلافات، ومعلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز كيف ما كتلاحظوا راني ضفتها، كيس ديال الفانيلا، واحد خماره 8 غرام، قبصه ديال الملح، 2 معالق كبار ديال السنيده او السكر الخاشن، وبيضه كامله تكون بدرجه حراره المطبخ، ومعلقه كبيره ديال الزيت. وكنحتاجو الماء دافي باش نجمعوا العجينه، يعني انا استعملت الماء ديال الروبيني ما يكونش سخون. صافي غادي نجمع العجينه، ما نديروهاش رطبه بزاف، نحاولوا نديروها قاصحه حيت مازال غادي نورقوها بالزيت والزبده. ونكمل معكم الطريقه. من بعد ما جمعت العجينه كيف ما كتلاحظوا كندلكها مزيان، يعني ما نديروهاش مرخوفه بزاف، تكون شاده في راسها حيت ملي غادي تخمر غادي تزيد تطلق. من بعد ما جمعت العجينه وطلقتها مزيان كيف ما كتشوفوا كتكون شاده في راسها. صافي دابا غنخليها تخمر، نغطيها ببلاستيك غذائي. كريم باتيسير في هذه الوقيته كتكون قربت تبرد، ما كتخمر العجينه صافي كتبرد. وكنكملوا الطريقه.
من بعد ما خمرات العجينه دابا الوالده كتشكل العجينه على شكل كرات كيف ما كتلاحظوا. هي اللي غادي تكمل معكم الطريقه. انا عملت معكم طريقه ديال الكريم باتيسير والعجينه ديال المسمن. غادي تشكلها كرات تكمل معكم الطريقه. من بعد ما شكلات العجينه كرات دابا كتسرح العجينه يعني الطريقه كيف المسمن عادي. كتطلق العجينه مزيان وكتستعمل الزيت، وهنا عندنا الزبده مذوبه مع النشا. صافي دابا غادي تستعمل الزبده وترشها بالنشا. صافي كتجمع الجوانب وكتحتفظ بالمربع وكتعاود تاخذ واحد الدائره وتسرحها بنفس الطريقه ديال المسمنه الاولى. يعني كتسرحها مزيان بالزيت ومن الوسط كدير الزبده وكترشها بالنشا وكتاخذ هذاك المربع اللي درت في الاول كتعاود ديرو الوسط كما كتلاحظوا معايا في الفيديو. كدير الزبده وكترش بالنشا وكتاخذ المربع الاول كديروه وسط الدائره الثانيه وكتبقى مستمره بنفس العمليه. صافي من بعد ما غتشكلهم بحال هكا غادي دير وحده كبيره وغادي نسرحوها بالثلاجه. يعني كيجي المسمن مورق عاد كنسرحوه بالعجينه عفوا كنسرحوه بالدلاك صافي وكنعمروه بالكريم باتيسير. كيف ما كتلاحظوا معايا من بعد ما درنا ديك المسمنه كبيره ورقناها يعني درنا وحده وسط وحده كنسرحوها بالمدلك. يعني كنحاولوا نرشوا سطح العمل بشويه ديال النشا ولا بشويه ديال الدقيق الفورس يعني ماشي بزاف باش ما تلصقش العجينه. صافي وكنسرحوها بالدلاك كيف ما كتلاحظوا. هانتوما كتشوفوا كدير شويه ديال النشا من تحت باش ما تلصقش. صافي كنقطعوا الجوانب باش يجوا مقادين وكتشكلهم على شكل طول وعلى عرض. ضروري كتقطعوا الجوانب باش تجيكم العجينه مقاده. كنحتفظوا بالعجينه اللي بقات. صافي دابا غادي الكريم باتيسير كيف ما كتلاحظوا بارده. غادي تقطع العجينه على شكل مربعات اللي بغيتو. يمكن لكم ديروهم متوسطين ولا صغار على حسب الحجم اللي بغيتو. حنا غنديروهم صغار. كناخذوا الكريم باتيسير من بعد ما كتبرد كيف ما كتلاحظوا كتجي عاقده وكنلويو الجوانب على هذا الشكل هذا. يعني كنجمعوا الجوانب كامل ديال العجينه وكنضغطوا. غنوريكم وحده ثانيه. كنضغطوا الوسط كنعاودوا نهزوا الجوانب على هذا الشكل هذا ونبقاو مستمرين نفس العمليه. من بعد ما كملنا المسمنات كاملين عندي هنايا زبده مذوبه مع 2 معالق كبار ديال الزيت. كندهنوهم مزيان كندخلهم الفران يكون سخون والعافيه تكون مهيله يعني تكون ناقصه باش يطيبوا على خاطرهم من التحت ومن بعد من الوجه ديالهم.
كما قلت لكم الكريم باتيسير خصها تكون عاقده مزيان كيف ما لاحظتوا معنا في الفيديو، يعني شاده في راسها مزيان باش الا دخلتوهم من الفران ما تخرجش لكم الكريم باتيسير على العجينه. يعني الا درتوها عاقده مزيان كونوا متاكدين بلي ما غاديش تخرج لكم من العجينه. غندخلهم يطيبوا وندوزو للشكل النهائي. من بعد ما طاب مسمن، هذا هو الشكل النهائي ديالو. زينا الفوق بشويه ديال العسل والناباج وكاوكاو محرمش. نتمنى تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.